ورد في السنة صفات كتير لله سبحانه وتعالى تدل على جماله ولطفه سبحانه وتعالى، شكل إن الله طيب، إن الله جميل، يعني كأنها بتقول لا تبتئس ولا تقنط، فربنا جميل ولطيف. كذلك في القرآن الكريم ورد على لسان سيدنا يوسف عليه السلام إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. لما ربنا فرض الصلاة مع فرضية الصلاة، ربنا عالم بخلقه، عارف إننا ضعفاء، في مشقة على النفس، الحسنة شديدة على النفس، ففي مشقة من ناحية الاستنجاء ومن ناحية الوضوء. فيأتي الله سبحانه وتعالى إذا صلى العبد ركعتين ويقول عبدي مع ضعفك أتيت بألوان العبادة قياما وركوعا وسجودا وقراءة وتحميدا وتهليلا وتكبيرا وسلاما، فأنا مع جلالتي وعظمتي لا يجمل مني أن أمنعك جنة فيها ألوان النعيم. أوجبت لك الجنة بنعيمها كما عبدتني بألوان العبادة، وأكرمك برؤيتي كما عرفتني بالوحدانية، فإني لطيف أقبل عذرك وأقبل الخير منك، لك عندي بكل ركعة قصر في الجنة وحوراء، وبكل سجدة نظرة إلى وجهي. رحم الله العالمين بإرسال هذا النبي الرحيم إليهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه جاءهم بالسعادة العظمى والنجاة من الشقاوة الكبرى، ونالوا على يدي الخيرات الكثيرة في الآخرة والأولى، وعلمهم بعد الجهالة وهداهم بعد الضلال.